ازيكم يا نصور، اخباركم ايه؟ زي ما انتم شايفين خلاص بالظبط لسه 7 ايام والتعدين هيقف في هامستر، وروكي رابت خلاص موعد انتهاء دفع الرسوم هيبقى النهارده، ومكتوب وصول العملات يوم 22، يعني بالظبط لسه 3 ايام. وناس كتيره جدا مش عارفه ازاي هتتعامل مع العملات لما توصلها، فانا ان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده هوضح ازاي تبيع العملات دي وازاي كمان تحولها للعمله المحليه لبلدك. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتنورنا في جروب التليجرام عشان بينزل عليه اخر الاخبار والكومبات اول باول قبل اليوتيوب كمان. وعملنا كمان قناه للشات دي بكون قاعد فيها شخصيا على طول عشان لو حد عنده مشاكل ولا حاجه، واكيد لو في حاجه برايفت تقدر تخش تكلمني برايفت مفيش اي مشكله. وطبعا اللايك والسبسكرايب هنا بتاعك في اليوتيوب بيفرق معايا جدا، فما تبخلش عليها بيهم. وان شاء الله النهارده هنتكلم ازاي تبيع عملاتك على كل المنصات. اول ما تفتح باينانس هتلاقي عملات هامستر او روك رابت عندك في المحفظه اللي تحت على الشمال، يعني هتدوس على كلمه محفظه اللي تحت على الشمال دي وهتدوس على كلمه فوري. انا دلوقتي معايا الدوجز زي ما انتم شايفين، لكن اول ما هامستر تنزل او روك رابت تنزل هتلاقي مكان الدوجز دي. فانا دلوقتي بشرح على الدوجز عشان الدوجز كانت اندرجت وانا اصلا ما كنتش لسه بعت عشان سعر العمله نزلت جامد، لكن الحمد لله اكيد ربنا بيعوض يعني. لكن خليك عارف نفس اللي هعمله على الدوجز هو اللي هعمله على هامستر، هو اللي هعمله على روك رابت، هو اللي هعمله على اي بوت هيندرج، يعني حتى مش هامستر وروك رابت بس، لا اي بوت. اول حاجه هتعملها تروح على خانه التداول اللي في النص دي، هيفتح معاك الصفحه اللي قدامك دي. طبعا اول ما تفتح كلمه التداول هيكون في شويه شروط تعليمات عشان تتبعها، فانت تقعد تعمل التالي وموافق موافق لحد ايه ما تظهر معاك الصفحه اللي قدامك دي. الصفحه دي فيها مثلا دوجز على اليو اس دي تي فوق، هتدوس عليها وتكتب هامستر على اليو اس دي تي اتش ام اس، لكن طبعا هامستر لسه ما نزلتش ولسه طبعا روك رابت ما نزلتش، فانت اول ما تكتب اتش ام اس هتلاقي هامستر على اليو اس دي تي فهتختارها. فانا دلوقتي معايا دوجز فانا هكتب دوجز على اليو اس دي تي، انا كده كده اصلا مختارها، تكتب دوجز على اليو اس دي تي. وبعد ما تكتب دوجز على اليو اس دي تي هيظهر معاك برضه خانه الشراء والبيع، شراء وبيع، وهتلاقي كلمه السوق. انت كل اللي عايزه من الليله دي كلها هم حاجتين، هتعمل كلمه بيع لان انت هتبيع الهامستر اللي معاك او الروك اللي معاك، والسوق دي انت اصلا هي هتبقى عندك كلمه الحد، لا انت خليها كلمه السوق. تمام، انا على سبيل المثال عايز ابيع مثلا كل عملات دوجز اللي معايا، هشد السهم ده اهو، السهم ده بيتشد كده للاخر وتدوس على كلمه بيع. تمام، لكن انا هبيع بالظبط مثلا هبيع مثلا 40000 عمله دوجز، فانا هحدد 40000 كده خلاص، يعتبر حددت 40000 وادوس على كلمه بيع. كتب لي على الشاشه تم انشاء امر البيع. دلوقتي هتروح المحفظه اللي تحت على الشمال وهتعمل ريفريش للصفحه زي ما انت شايف كده، بقى معايا 51000 عمله دوجز وانا بعت بينهم 30000، بقى معايا باليو اس دي تي $38، يعني ال 40000 او ال 30000 اللي انا بعتهم عملوا معايا $38. وعشان بقى تحول يو اس دي تي المصري انت قدامك بقى خيارات كتيره، تروح مثلا تبيعه على البي تو بي، عندك مثلا وسيط في بلدك، الموقع برضه اللي بيتحول في كذا طريقه عشان تحول العمله المحليه بتاعتك. يعني مثلا هتكلم عن مصر، ممكن ارسم معايا يو اس دي سي دي تحولها مثلا فودافون كاش لحد بيشتريها منها، تحولهم بي تو بي، وطبعا بتحولها بقى على فودافون كاش، اتصالات كاش، انستا باي، على حسب طريقه الدفع اللي هم حابينها. وبس كده، البيع اسهل مما تتخيل. وطبعا لو سعر العمله نزل وحابب تشتري برضه تدوس على كلمه شراء، وطبعا هتحدد عايز تشتري بقد ايه، مثلا هامستر او روك رابت، لكن طبعا لما تيجي تعمل الشراء هتدفع باليو اس دي تي. تمام، تيجي تعمل البيع انت بتحول الهامستر او روك رابت لدولارات عشان تعرف تبيعها بعد كده وتحولها بقى لمصري او سعودي او اماراتي او اي عمله بقى حسب بلدك عشان تستفيد من الفلوس دي يعني. وبس، يا رب الفيديو يكون عجبك، ولو حبيت تبيع عملاتك بالنسبه لمصر انا ممكن اشتريها منك، ما عنديش اي مشكله. تواصل معايا في التليجرام، هتلاقي اليوزر نيم بتاعي في التعليق المثبت، وانا عامه هشتري منك كل عملاتك وباحسن سعر باذن الله. ويا ريت برضه اي حد عنده مشكله يتواصل معايا واحاول اساعده باذن الله، ولو انا مش متاح يكتب مشكلته في جروب الشات وان شاء الله الناس هتساعده. واشوفكم على خير الفيديو القادم.